تاني مدرس معانا وهو مستر رضا الفاروق. زي ما سمعت كده بالظبط، مش عاوزك تتخض ومش عاوزك تقول والله ازاي وانت اللي انت بتقوله ده غلط والكلام ده كله. اسمع كلامي للاخر وبعد كده قيم كلامي ليك. لو لقيت ان انا بتكلم في كلام ملوش اي لازمه اطلع من الفيديو يا عم، ومش عاوزك تعمل اي حاجه وتقول انا مش هسمع الكلام الراجل ده بيقول اي كلام. بس انا عاوزك تسمع وجهة نظر في الاول وتحكم عليها في الاخر. مستر رضا الفاروق وهو شرحه كويس جدا جدا جدا، وانا بحب مستر رضا على المستوى الشخصي جدا جدا جدا، ويعني شخصيه كده، يعني مش عاوز اقول لك هزاره في الحصص وكلامه لينا، بصراحه كان مستر لا يعلى عليه. بس انا بنبهك لحاجه خطيره جدا جدا في الشرح بتاع المستر بتاع رضا الفاروق، وهو مدته. المده بتاعه مستر رضا الفاروق في الشرح بتزيد كتير جدا. ممكن يبسط لك المعلومه، ممكن يوصل لك المعلومه في وقت قصر من كده، في وقت يكون بالنسبه لك بيخلص كده اليوم وانت كده ايه تقدر تذاكر جنبه ماده واتنين. لكن لما ينزل حصه مدتها 7 ساعات 8 ساعات، وهي مثلا تكون عباره عن قراءه او نحو او قراءه ونحو ونصوص والكلام ده كله، بياكل منك الوقت في اليوم كله حرفيا، بياكل منك الوقت في اليوم كله حرفيا. انا فاكر في المراجعات النهائيه كان المستر بينزل فيديو بال 12 ساعه، فيعني دي كانت حاجه تقريبا عامله ضغط علينا كطلاب، وبنفكر كتير جدا جدا ازاي هنخلص الحصه ال 12 ساعه دي. انت فاهم وجهة نظري؟ فهي الفكرة في مستر رضا الفاروق ان هو شرحه كويس جدا 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 والله، بس هي الفكرة في مدة شرحه. انا عارف ان هو شرحه كويس وعارف ان انت بترتاح لشرحه، بس لو نسيت ان انت وراك مواد تاني غير العربي هتلاقي نفسك في اخر السنة ذاكرت عربي 80 ساعة وذاكرت المواد التانية 80 ساعة برضه. انت واخد بالك؟ يعني انت ذاكرت مادة واحدة نفس اللي انت ذاكرته في المواد التانية. ركز معايا كده وما تضيعش وقتك على الشرح بتاع الحصص. انت ممكن تذاكر اللي هو بيقوله في الحصه ال8 ساعات دول في ساعتين لو انت فتحت الكتاب وقريت كده وانت مركز، لكن غير كده الصراحه مستر رضا الفاروق شرحه كويس جدا. وانا يعني بنصح الناس وبنصح الطلاب اللي تيجي تقول لي انا اخد معاه العربي، بقول له والله عندك اتنين احسن من بعض، مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق. بس انا كنت باخد مع مستر محمد صلاح بسبب حته الوقت دي، لانها كانت عامله بعبع في دماغي وكنت مش عارف ازاي هظبط الوقت خالص مع مستر رضا الفاروق. ثالث مدرس معانا وهو مستر محمود مجدي. ايوه زي ما سمعت كده، لو ما تعرفش مستر محمود مجدي فهو مدرس الفيزياء في ثانويه عامه، وهو بصراحه مشهور لكل الناس تقريبا. طبعا انت دلوقتي على لسان حالك بتقول ازاي ده مستر محمود مجدي ما فيهوش غلطه وما فيهوش عيب وبيبسط المعلومه للطلاب وكل حاجه بتبقى سلسه معاه والكلام الجميل ده كله. بس انا عاوز اقول لك ان هو مشكلته في بساطته. الناس مش قادره تقتنع ان مستر محمود مجدي بيحاول على قدر الامكان، ودي حاجه يعني ربنا يجازيه عليها، بس دي حاجه على قد ما هي حلوه جدا على قد ما هي سلاح ذو حدين. سلاح ممكن يعورك ويجيب اجلك في اخر السنه، وسلاح ممكن يخليك بص تتفوق وتجيب وتقفل الفيزياء دي وتبقى لعبه في ايدك. بس انت السبب في الموضوع ده في الاول وفي الاخر. مستر محمود مجدي في طريقه شرحه، هو طريقه شرحه مبسطه جدا جدا، وبيحاول على قدر الامكان اللي هو يبسط المعلومه لاقل عقل في الحصه. يعني انت لو عقلك بيستوعب بدرجه معينه هو بينزل ادنى الدرجات دي عشان بس يخليك تفهم المعلومه بكل بساطه. بس صدقني لو فضلت ماشي على الموضوع ده لغايه اخر السنه هتيجي في الامتحان والسؤال اللي كان بيدولك المستر وبيدربك عليه في الحصه، هتيجي في الامتحان تلاقي سؤال ملعبك ومشعبك كده في بعضه ومدخل حاجات كتيره جوه بعض. انا عارف ان انت بتكون عارف المعلومات دي والمستر مدربك عليها كويس جدا، بس لما تجمعوا كلهم على بعض وبقى لعبيكه كده وشكل المساله اختلف وشكل الرسمه اختلف، هتتهز ثقتك من جواك، لان انت كنت متعود على الحاجات البسيطه اللي المستر ايه بيوضحها لك. هي ممكن ما تكونش حاجات بسيطه، وانا عارف ان هي مش حاجات بسيطه وهي اسئله صعبه، بس لدرجه سهوله المستر اللي هو بيوضحها لك بيخليك متعود على الحاجه اللي هي ايه بتيجي ببساطه. فانت لو دخلك الرعب في اخر السنه من شكل مساله في الفيزياء صدقني هتتشلوح في الاخر وهتقول انا غلطت وانا ندمت اللي انا عملت كده واعتمدت على مستر محمود مجدي. انا مش عاوزك تبطل تاخد مع مستر محمود مجدي اطلاقا، كمل معاه وهيخليك تبسط المعلومه ومية مية وهتبقى فله. بس بجانب مستر محمود مجدي شوف مستر محمد عبد المعبود. ما تنساش مستر محمد عبد المعبود، لان مستر محمد عبد المعبود بيدربك على الافكار الصعبه بنمط صعب، يعني بنمط يعلم من تفكيرك. ما تفتكرش ان النمط الصعب ده هيخليك قليل ولا هيخليك مش فاهم ولا هيخليك حمار، لا، النمط الصعب بيخلي دماغك واحده واحده تتعود ان هي تكبر، تفكر في البروبلم سولفنج وازاي ان انت تانلايز كل حاجه انت بتشوفها، وازاي ان انت تقدر تحل مساله من A to Z من غير ما ترجع للمدرس بتاعك في اي جزئيه. فانا عاوزك صديقي تفهم كلامي وتفكر فيه بدل المره 100 وتركز معايا كده في كل كلمه بتتقال من الفيديو، وتركز في كل كلمه. ولو ما فهمتش كلمه عيد الفيديو من اول وجديد وافهم انا بتكلم في ايه بالظبط، عشان ما تجيش تقول لي في الكومنتات لا انت غلط وانت مش عارف ايه. والله العظيم انا بقول كلام غيرك وقعوا فيه زمان ودلوقتي انا مش عاوزك تقع فيه، انا جاي لك وقلبي عليك. فبجانب مستر محمود مجدي خلي معاه مستر محمد عبد المعبود
يخلي دماغك تشتغل، يخلي دماغك تكبر، يخلي دماغك مع الوقت ان هي تبقى ناضجة كده وتعرف تفكر في الحاجات الكبيرة. مستر محمود مجدي بيخليك انت لو دماغك قد كده هي هتفهم بس هتفضل قد كده، مش هتكبر، فاهم حاجة؟ لكن مستر محمد عبد المعبود لو انت داخل له دماغك قد كده، صدقني في اخر السنة هتلاقي دماغك قد كده. فانا بقول لك الكلام اللي الناس كانوا بياخدوا مع ده وبياخدوا مع ده. زي ما بقول لك كده، احذر المراجعه النهائيه مع المستر ده بالذات، صدقني هتلاقي شويه معلومات كتيره جدا واقعه منك، وبالذات في العضويه. الفكره انك مش بتبقى عارف ان المعلومات دي واقعه منك غير في ليله الامتحان، ويا عيني بتبقى مش عارف هتروح فين وتيجي منين. وللاسف لو دخلت الامتحان وانت موقع منك المعلومات دي، هتنقص درجات كتير وانت في غنى عن الموضوع ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده جاي اقول لك ازاي تراجع الكيمياء في ثانويه عامه. وطبعا كلنا عارفين ان ماده الكيمياء في ثانويه عامه هي ماده فيها معلومات كتيره جدا جدا جدا، من اول باب الحديد لغايه اخر حاجه واللي هي العضويه. في النص وفي المنهج كله بيبقى فيه معلومات مهمه جدا جدا جدا، زي الايزومرات، وازاي تحول من معادله لمعادله، وازاي تربط بين معادلتين، وازاي تجيب معادله من الحديد تجيبها في العضويه، وحاجات كتيره شبه كده بتقابلها في منهج الكيمياء في ثانويه عامه. الفكره بقى ان انت لازم وانت بتدرس الكيمياء في ثانويه عامه تكون على يقين تام ان انت لازم تدقق في كل التفاصيل، كل الكلام اللي بين السطور، كل التريكات، كل الحاجات اللي المستر بيقولها في الشرح او بره الشرح، الكلام ده كله لازم تركز فيه عشان يجي لك في اخر السنه تكون معاك حصيله من المعلومات او التريكات تقدر تحل بيها اي مساله في الثانويه عامه او في الامتحان بتاع اخر السنه. بمعنى اصح تكون واقف على اساس صلب ما يخلكش تتهز قصاد اي مساله. وانا جاي في الفيديو ده مش عاوزك تقع في الغلطه اللي انا وقعت فيها في ثانويه عامه، وازاي في ليله الامتحان عرفت ان انا موقع حاجات كتيره في العضويه وما كنتش على درايه بيها طول السنه اللي انا كنت بذاكر فيها الكيمياء، وفضلت اذاكر فيها ليله الامتحان اكتر من 12 ساعه، اقعد بذاكر الحاجه دي بس خوفا من اللي هي تيجي في الامتحان. وكل ده بسبب غلطه ارتكبتها زمان في ثانويه عامه ولغايه دلوقتي لسه بندم عليها، وانا مش عاوزك تقع في الغلطه دي. كمل معايا الفيديو للاخر وباذن الله تطلع مستفاد مليون المية. والموضوع بدأ معايا من اول السنه، وان انا كنت كأي طالب كده بشوف المدرسين الممتازين اللي انا هاخد معاهم على اليوتيوب او على المنصه، واشوف احضر مع مين واظبط مواعيدي. والمهم وقع الاختيار على مدرس الكيمياء مستر محمد عبد الجواد، وبالفعل كنت باخد معاه من اول السنه، بس كنت باخد معاه على اليوتيوب، باخد معاه من اول السنه درس بدرس، وافضل اسمع في الشرح اللي هو كان بيشرحه. والشرح اللي كان بيشرحه كان سنه 2021 او 2022 مش فاكر على ما اتذكر يعني. المهم اللي هو كان سنه قديمه عن الشرح بتاع 2023 السنه بتاعتي. المهم ان انا كنت متابعه على اليوتيوب عادي زي اي طالب، وكنت طالب مجتهد كمان، وبسمع الدرس اول باول، وبفضل ادون في الكراسه اللي انا بذاكر فيها، وبذاكر الدرس بعدها وبعدها بحل. كانت الامور ماشيه تمام والدنيا فل وزي السكينه في الحلاوه، وكنت مفكر ان مستر محمد عبد الجواد بيقول كل المعلومات ومش هيبقى ناقصني اي حاجه. وده كان اول خازوق اخده في ثانويه عامه. الفكره ان انا ما كانش عندي ثقافه ان انا اسمع مدرس واتنين واشوف شرح واتنين واحل كتاب وكتابين، لا، كانت الفكره دي، الثقافه دي مش موجوده عندي في ثانويه عامه، وبالذات في اول السنه وفي نص السنه. فدي اول غلطه انا وقعت فيها ومش عاوزك تقع فيها. لازم يكون عندك ثقافه اللي انت تتفرج على مدرس واتنين، على شرح واتنين. اي معلومه زياده انت مش متاكد منها، شوف اي مدرس يشرحها لك على اليوتيوب، اسال فيها اي حد، اسال فيها قرايبك، المهم تكون مكمل المعلومه دي صح، وما تقفش على المدرس اللي انت بتاخد معاه وتكون عاوزه يشرح لك ويقول لك كل حاجه، لان احنا طبيعي بشر، والبشر خطائين. فالمدرس ممكن ينسى، ممكن ما يقولش المعلومه دي يقولها الحصه الجايه. وفي الشرح بتاع اليوتيوب بتاع مستر محمد عبد الجواد انا لاحظت ان هو كان بيشرح في السنتر وبيصور الفيديوهات من شرحه في السنتر. فانا لما كنت بشوف الشرح كان ساعات في السنتر ذات نفسه المستر من كتر ما هو مثلا ملخوم او مشغول بينسى يقول معلومات معينه، فبيقولها مثلا الحصه الجايه في نفس المجموعه. وللاسف تصوير السنتر مع مستر محمد عبد الجواد كان مش بيراعي الحته دي، فكان بيقصقصهم، وكان بيجي على حته الحل اول ما بيبداوا في الحل يعني في المذكره بتاعتهم كانوا بيقطعوا او بيعملوا قط للفيديو، فبكده بيكون الفيديو خلص لان هو بيقدم لك شرح بس على اليوتيوب. فالفكره بقى ان وهم بيحلوا بيكون في معلومات زياده المستر بيقولها، بيقول لك مثلا اكتب هنا قانون كذا، اكتب هنا كذا، اكتب هنا كذا. فهي دي المعلومات اللي المستر كان بيبقى ناقص اللي هو يقولها ما بيقولهاش. وللاسف انا في الحته دي ما كنتش عارف ان الموضوع ده بيحصل غير في اخر السنه. اكتشفت ده امتى بقى في الاخر؟ اكتشفت ده في الاخر لما رحت مع مستر عمرو الصيفي في السنتر. رحت مع مستر عمرو الصيفي في السنتر وبدات احضر العضويه معاه، لقيته بيقول كميه معلومات اقسم بالله اكاد ان زي ما بيقولوا كده شعر هيقف. ازاي ده انا مراجع العضويه ولا شايف العضويه مع مستر محمد عبد الجواد والمعلومات دي مش موجوده، المستر ما بيقولهاش. هو المستر بيقول حاجات كتير بس في كده زي ما بيقولوا كده ايه التريكات، الحاجات اللي هي بين السطور، الحاجات دي انا ما شفتهاش على اليوتيوب، ما حدش شرحها لي على اليوتيوب. مستر محمد عبد الجواد ما كانش بيقولها على اليوتيوب.
طبعا ده مش عيب في المستر، لان المستر المعلومات اللي كان بيقولها انا كنت بفهمها، وكنت ببقى طالع بحل اي مساله على المعلومات اللي بيقولها المستر في الفيديو. ركز في كلامي، انا بقول ان في معلومات المستر ما كانش بيقولها. الله اعلم بقى هو كانت بيتقطع عليها، ولا هو بيقولها في السنتر، ولا هو بيقولها في المذكره، الله اعلم. بس انا لما رحت مع مستر عمرو الصيفي لاحظت ان في معلومات كتيره جدا 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 فايتاني وناقصاني، وبالذات في المراجعه النهائيه. يعني انا اشتركت مع مستر عمرو الصيفي في المراجعه النهائيه، في العضويه بالذات، في العضويه بالذات، والكهربائيه كنت واخدها مع مستر خالد صقر. المشكله اللي في العضويه كان في معلومات كتيره جدا زي ما انا بقول لك كده. لما شفت الفيديوهات بتاعت مستر عمرو الصيفي لاحظت ان في كلام كتير لسه ما اتقالش، فخلاني اتعب جدا 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 في ليله الامتحان الاسبوع اللي قبل الماده. كانت حاجه بصراحه يعني ربنا ما يوريهاش لحد، كانت حاجه في قمه الصعوبه. واللي انت تفضل تراجع العضويه من اول للاخر في حاجات اصلا انت ناقصها، تحويلات، والموضوع كبير جدا جدا جدا. انا مش عاوزك تغلط الغلطه اللي انا غلطتها، وعاوزك تركز كويس جدا جدا في المدرس اللي انت تاخد معاه المراجعه النهائيه، يكون بيقول كل المعلومات. ممكن مستر محمد عبد الجواد في المنصه يكون بيقول المعلومات كلها، بس انا تجربتي انا لما دخلت على التطبيق بتاع مستر محمد عبد الجواد وعاوز اشترك في الموضوع، وعاوز اشترك واشوف الشرح، لقيت ان في مشكله في الشحن او حاجه شبه ذلك يعني. المهم ما عرفتش اشترك في المراجعه النهائيه، وكان واقع الاختيار ساعتها مع مستر عمرو الصيفي، واشتركت في المراجعه النهائيه. والحمد لله الموضوع عدى على خير، وقدرت الحق الموضوع، وقدرت ايه زي ما بيقولوا كده اظبط الموضوع، واخش الامتحان وانا مطمن ومستريح. مع اني اقسم بالله في امتحان الكيمياء ده انا ما كنتش عاوز اروح الصبح الساعه 8 الصبح ولا الساعه 7 ونص الصبح. المفروض انزل الامتحان عشان هيبدا 9. انا ما كنتش عاوز انزل، خلاص هي تربست في دماغي انا مش هقدر الحق. مش متاكد من الحاجات اللي انا دخلتها في دماغي، حاسس ان الحاجات كلها ساحت، الحاجات كلها طارت. فكنت حاسس ان بخيبه امل كبيره جدا لغايه ما دخلت الامتحان، والحمد لله ربنا وفقني. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. مش هعمل لك على الفيديو واشترك انت مش مشترك، عايزين نوصل 10,000 سبسكرايب في اقرب وقت ممكن. وسلام.